طريقة حجز تذاكر مباريات نادي شباب أهلي دبي في الدوري الإماراتي للمحترفين والتي تقام على استاد راشد، هو اللي هنتعرف عليه من خلال الفيديو بتاعنا النهارده. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. في البدايه بندخل على منصه بلاتينيوم ليست دبي، هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف اسفل الفيديو في اول تعليق ان شاء الله، وعلى قسم دوري الامارات للمحترفين، واللي بيتم طرح عليه كل تذاكر مباريات نادي شباب الاهلي والتي تقام على استاد راشد. بنختار مباراه شباب الاهلي المتاحه حاليا، وليكن شباب الاهلي وخرفكان، وبعد ما بنختار المباراه بتفتح معانا صفحه حجز التذاكر بالشكل اللي انتم شايفينه كده. هنا معلومات، هنا شروط حضور المباراه، وهنا معلومات المباراه، التوقيت واليوم. التذاكر بتبدأ من 20 درهم إماراتي. بنضغط على زر اختيار التذاكر، بتفتح معانا صفحة الحجز. بننزل نختار الفئة المناسبة من التذاكر بتاعنا. طبعا تذاكر نادي خرفكان هي فئة واحدة درجة تانية 20 درهم، أما تذاكر جمهور نادي الشباب ففي الدرجة الثانية 20 درهم، والدرجة الأولى 50 درهم، ودرجة كبار الزوار 200 درهم. ولكن هنختار تذاكر الدرجة الأولى وبنضغط على اختيار التذاكر. بتفتح معانا خريطة ملعب استاد راشد زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنا بنختار وليكن المقعد من الخريطه. اوكي، بنختار مقعدين. طبعا بنختار المقاعد على حسب عدد الاشخاص او على حسب التذاكر اللي انت عايز تحجزها، وبنضغط على زر الدفع. بتفتح معانا صفحه الدفع زي ما انتم شايفين كده. بنبدا ندخل بيانات وسيله الدفع بتاعتنا، رقم البطاقه او رقم البطاقه الائتمانيه، وبنضغط وبنكتب شهر انتهاء البطاقه وسنه انتهاء البطاقة ورمز التحقق، الثلاث أرقام اللي موجودين على ظهر البطاقة الائتمانية. وبننزل تحت عشان نضغط على زر الدفع أو زر ادفع، وبكده نكون نجحنا في حجز تذاكر مباريات نادي الشباب والتي تقام في دوري أدنوب للمحترفين وعلى استاد راشد. هسيب لكم رابط الحجز في الوصف أسفل الفيديو في أول تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.